سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزل شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. الموت يفجع صوفيا تيت ماترز، فخليكم معايا باش تعرفوا شكون توفى لها، ودعواتكم معاه بالرحمة والمغفرة والله يثبتوا عند السؤال. فجعت اليوتيوبرز المغربية صوفيا تيت ماترز يومه الجمعة بخبر وفاة أحد أقاربها حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. ونشرت صوفيا أولحيان مقطع فيديو تكشف من خلاله عن وفاة أحد معارفها ومعارف أسرتها، الأمر الذي تسبب لهم في صدمة كبيرة. البارح خارجين من مراكش وداز حدايا بالتريبورتور، مسكين يلاه شرا تريبورتور ونادياني تلاقيت معاها، قلت لي راه تلاقيت مع ولد خالتي فاطمه، الحمد لله راه شرا تريبورتور راه خدام. والبارح خارجه انا من مراكش تلاقى معايا داز حدايا وسلم عليا صوفيا بخير. ودابا اتصل بيا الجيران ديالنا راه ماتت، اقسم بالله لا قلبي كيتقطع بحال خويا اللي مات ليا، اقسم بالله. على فكرة بغينا غنمشيو، غادي نمشي دابا لمراكش، ما نقدرش. شوفوا رغم انه خالتي فاطمه ما جاتش عندي الاسبوع وكان وقع بينا، ولكن شوفوا راه ما يمكنش، راه الناس اللي كتعتبرهم قراب ليك عمر شي حاجه تبدل بلاصتهم في قلبك. دابا نيت ناديه اتصلت بها حتى هي مسكينه كتبكي وضايخه بلاصتها، قالت لي انا ما متيقاش، قالت لي هادشي جاني بحال الحلم. والله عاشوا الدنيا والله ما كتبرا. ولم تتمكن صوفيا تيت ماترز من تمالك دموعها، مؤكدة أنها لحدود الساعة لم تستوعب خبر وفاة الشاب الذي كان يدعى قيد حياته يوسف. وتقاسمت صوفيا صورة الراحل وكتبت عليها: الله يرحمك أخويا ونعم الأخ ونعم الصديق، عمرك طلعتي فينا الراس ولا شفنا فيك العيب. فدعواتكم مع هذا الشاب اللي توفى في ريعان شبابه بسبب حادثة سير خطيرة في مدينة مراكش، فالله يرحمه والله يثبتوا عند السؤال، وكذلك الله يصبر الأم ديالو على فراقه. فهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء مع فيديو قادم إن شاء الله.